بما أن حكينا على مسرح النهضة، أقوى سهرة متوقعة كانت سهرة الفنان المغربي سعد المجرد، الفنان اللي حضر في روحه لمسرح مهم، المنصة الشرقية والعربية، منصة يطلع لها سعد لأول مرة. الفنان المغربي تعرض قبل حفلته في موازين الأخبار خلت برشا يشكوا إنه باش يعمل مؤتمر صحفي ولا لا. سعد المجرد متهم باغتصاب قاصر في أمريكا، الطفلة تعاود تحرك القضية بعد ما تسكرت من سنوات بدفع غرامة، لكن وقت اللي الطفلة الأمريكية علمت إنه سعد ولا نجم في العالم العربي رجعت حيرة القضية. سعد المجرد اختار المواجهة مع الصحافة. أول سؤال ليه كان على القضية المرفوعة ضده، سؤال كان متوقع. سعد المجرد يخرج ورقة مكتوبة وبدأ يقرأ منها، لهنا كل كلمة في بلاصتها، ممنوع الخطأ. هذا رد سعد المجرد. أنا كنت أعرف هذا السؤال غادي يتطرح ياسر، فبغيت نجاوب عليه مرة واحدة، وكانت منا يعني نجاوب عليه غير مرة واحدة ونعمم هذا الجواب هذا لجميع الصحفيين. أوكي، أنا غادي نجاوب على هذا السؤال once. هذه القصة قديمة، وسبب هذه الشوشرة هذه هي الحمد لله هو النجاح ديالي والشهرة ديالي، الحمد لله اللهم لك الحمد. يعني كبار النجوم طالتهم هذه الإشاعات كثيرة، وعلى أي حال أنا أنفي كل اتهام وجه إلي، وعندي المحامي اللي مكلف بأموري القانونية متابع لهذا الموضوع. هذا لو كان قضية كما يدعون. وإحنا كنستعدوا لجولة في أمريكا وفي كندا، وكنتمنى من كل الصحفيين الكرام إن شاء الله عدم تدخل أكثر في حياتي وأموري الشخصية، وشكرا. لازم شي حد في باله وملح قلبي ما فيها يسول، ويا ابو علي يا طول لازم شي حد. يا ولفي حرام عليك جرتيني بلا سبة، والعشرة انت عليك وجرحتي المحبة، والله حرام عليك ضيعت معاك زمان والرباح. من غدوة سعد المجرد يقابل الجمهور متاعو، هو على أرضه في ملعبه بين جمهوره. سهرة بدات كما العادة بمل حبيبي ماله. المرة هذه سعد خدم على شو أكبر من اللي مستنس يقدمه في بقية البلدان العربية. سهرة يقال أنه النجم المغربي حضر لها من شهرين. سهرية سعد المجرد حطمت كل الأرقام القياسية في عدد الحضور الجماهيري. مع سعد طلع ابوه الموسيقي والفنان المغربي البشير عبدو، غنوا مع بعضهم. سعد حاول ينوع ما بين الريبرتوار نتاعو، وخاصة تميز بإعادات لأغاني فنانية راهي قدمهم للجمهور. كانت في نجوم مالي وما الشمسية غطوها القيوم، مالي وما السمايا ما كانت في نجوم، ماش ما ضوتني في النار، مالي وما السحب مسك بليلي، مالي وما الشبع
مضوتي في النار هلي مالي وما أنسى مسكني الملفت للشو اللي حضره سعد المجرد اللي يحلم بمسرح السويسي العالمي كان فيه برشا نقائص بالمقارنة مع التطلعات اللي تحطت عليه. فرقة الرقص كما تشوفوا كانت أقل من العادية، ملبس كيف التنقل والحضور المسرحي كان دون اللي تقدم حتى في قطر في مهرجان ربيع سوق واقف. وسالينا سالينا من هذا الحب سالينا 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 من هذا الحب سالينا أنا وأنت سالينا أنا وأنت سالينا أنا وأنت سالينا أنا وأنت سالينا يلا قلبي عيينا الله يعوض علينا يلا قلبي عيينا سالينا سعد المجرد رغم كل شيء نجح باش يشد الحضور اللي فاتوا 140 ألف متفرج. هذا رقم قياسي ما نجح حتى فنان باش يكسروا في المنصة العربية، منصة النهضة في عام 2016. من غدوة كانت سهرة الاختتام، سهرة